احنا الجزائريين عندنا عادة وهي انه نشربوا قهوة العصر، واكيد لازم مع قهوة العصر نعملوا اي حاجة حلوة. اليوم عملت لكم ليمونة، وصفة مشهورة جدا في الجزائر، هي نوع من انواع البغيوش، ولكن اليوم راح نشوفها بطريقة جدا مبسطة. تعالوا معايا اوريكم اسرار الليمونة. بالنسبة للعجين عندنا كوب ونص من الحليب الدافي، معلقة كبيرة من خميرة الخبز، عندنا 6 معالق كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الفانيلا. رح نخلط الجميع وبعدها رح نضيف برش البرتقال أو برش الليمون، ربع كوب من الزيت النباتي ومعلقة صغيرة من الملح. رح نخلط الجميع ونضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبعدها رح نضيف بيضة و4 أكواب من الطحين، معلقتين كبار من النشا. رح نخلط الجميع ونضيف عليهم معلقتين كبار من الزبدة، نعجنهم كويس لحتى تتمازج كل المكونات. فيكم تستخدموا العجانة. هيك صار العجين عندنا جاهز، رح نغطيه ونخليه ليخمر مدة نص ساعة. صار العجين معنا جاهز، رح نطلع الهواء منه ونعمله كريات متوسطة الحجم بهذا الشكل. بعدها رح نجيب كوب على قاعدته طحين ونضغط بوسط كل كرية لتعطينا هذا التجويف. رح نعمل نص بالتجويف ونص رح نخليه كريات بس نبسطها اشي بسيط، ونحطهم بصينية مرشوشة بالطحين ونخليهم ليرتاحوا ساعة وربع أقل شيء. هاي الخطوة كتير ضرورية. بعد ما تخمروا إذا شفنا التجويف رجع نفخ، رح نضغط عليهم بالكاسة وندهنهم ببيض مع نسكافيه، ونرش عليهم من اللوز إفيلي اللي هو اللوز المبشور، وكذلك الكريات كمان رح ندهنها ونرش عليها من اللوز. رح نحط الكريمة بالنص. طبعا الكريمة هاي رح احط لكم مقاديرها بفيديو بعد هذا الفيديو. رح نخبزها على درجة حرارة 200 وفوق لمدة 10 دقائق لربع ساعة. صارت جاهزة معنا. طبعا بتزينوها بالطريقة اللي بتشوفوها مناسبة، وضروري تدهنوها بلا جيلي او القطر يكون تقيل. طبعا الخبيزات تبعنا حشيناهم بكريمة بالشوكولا. الحشوات راجع لكم، فيكم تحطوا اي حشوة انتم بتحبوها. طبعا نكمل كامل الكمية، وفيكم كمان تاكلوهم سادة وتشربوهم مع حليب. طبعا راح ترشوا عليها رشة سكر بودرة، وشوفوا الهشاشة من جوا كيف. هلا خلونا نشوف مقادير كريمة الشوكولا والفاني. عندي كوب حليب من هون، كمان كوب حليب من هون. انا قست بالاكواب المعياريه عشان ما تقولوليش 230 240 ومش عارفه شو. عندي معلقتين سكر في كل نوع، فيكم تزيدوا وفيكم تنقصوا. عندي فانيلا معلقه كبيره لكل نوع، تمام. وعندي صواني معلقه كبيره مليانه، شوفوا نشا في كل نوع، تمام. هون عندي بيضة رح اخلطها واقسمها على النص، تمام. نص هون ونص. الفانيليا خلصنا منه. الشوكولا رح نضيف له معلقة كبيرة كاكاو ومعلقة كبيرة من دارك شوكليت او ميلك شوكليت زي ما بدكم. هاي اختيارية، فيكم تخلوها وفيكم تشيلوها لانه الكاكاو كفاية. هلا رح اخلط المزيجين على البارد منيح، وبعدها رح ارفعهم على النار على نار هاديه زي ما بنعمل المهلبيه. بس اهم شيء تاكدوا انه البيض انخلط مزبوط مع باقي المكونات. طيب يا صبايا، حطيتهم على النار، هيو رح احركهم عشان ما يلزقوا معنا بالقاع. وبعدين شوفوا كيف جهزت معنا الفاني. جهزت بعدنا جهزوا معنا التنين. رح نحط معلقه كبيره زبده في كل نوع كريمه، تمام. يلا طبعا وهي سخنه رح تذوب معنا. وعندي هاي الفاني رح اضيف لها معلقه كبيره من اللبن الزبادي ونص، تمام. اللي هي في الجزائر الياوخت ناتشورال. رح نحرك منيح. شوفوا يا البنات، بعد ما فرغتهم حطيتهم بسخون، يعني حطيت عليهم الكلينج فيلم، يعني خلوه يلامس سطح الكريمه، تمام. هيك شوفوا، شايفين؟ راح ندخله الثلاجة ونخليه يبرد. نيجي هلا لحشوات الكريمة اللي عملناها، خليناها تبرد. هاي اللي عملناها بالشوكولا، وهاي اللي عملناها بالفانيلا. الشوكولا راح اضيف لها تقريبا 3 معالق كبار من الكريم شانتيه اللي هي دريم ويب، وراح اخفقها. وهيك بعد ما خلصنا الكريم شانتيه، طبعا شوفوا هاي قديش ليس يعني ناعمة. وهذا انا ما خفقتها ولا اشي، شوفوا بالمعلقة. يعني لو في اي تكتلات بتخفقوها. دايما انا بفضل تحطه في لابوشادوي الكيس هذا،
عشان يسهل عليكم الشغل. هاد الكريمة رائعة، فيكم تستخدموها في العديد من الوصفات. نشوفكم بوصفات جديدة بإذن الله.